السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده اكله سريعه، ونظرا لان عايزين الصوت ان الجو بيشتي. المهم معانا فصين توم. تمام. حمرناهم، قصدي حرقناهم، زودنا عليهم طماطم. دول زي 4-5 فصوص. قلب 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 قلب. فين اللايك والاشتراك يا جماعه؟ دي طبعا ميه المكرونه. حطينا الطاسة عشان نعصج اللحمة المفرومة، معلقتين زيت. احنا بنطبخ بأخف حاجة على فكرة. هنا الطماطم كانت اتسبكت. طبعا تدي الصدمة للحمة الأول، وبعدين تحطي البصل، حطي البهارات. تمام. فلفل أسمر وبهارات وملح ونظرا لأن في حد نادى فمعرفتش أبين لكم البهارات. هنحط طبعا طماطمايه وقرن فلفل متخرطين صغير على اللحمة. هنا كانت المية غليت بتاعة المكرونة. هنكسر المكرونة حتت صغيرة عشان الولاد الصغيرين يعرفوا ياكلوها. طيب كسر دغدغ دغدغ. معنا كيس مكرونة. هنا الطماطم كانت اتسبكت اهيت، حطينا لها البهارات بتاعتها في الاخر، بابريكا، بهارات فلفل اسمر وملح. قلب قلب، ودي كانت النتيجة. اعذروني لان في حاجات كتير مختفية من الفيديو يعني، بس دي كانت النتيجة، وبصراحة الطعم كان تحفة. عودي نفسك انك تعملي الاكل او اي حاجة بحب، وتسمي الله في كل حاجة عشان تبقى فيها بركة، يبقى فيها خير. تحس إن وانت بتعملي حاجة دول حبة صغيرين مش هيكفوا، بس لما تسمي الله في كل حاجة بتعمليها بتكفي وبتفيض كمان. واحمدوا ربنا ان في خير وفي بركة وفي الحمد لله. الحمد لله على كل حاجة. اولا اللحمة المفرومة دي طبعا الناس اخر الاسبوع بتبقى بقايا 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 يعني، فاحنا جبنا كيس المكرونة بس كل حاجة كانت بقايا يعني. فدي كانت اكلة سريعة، مش عايزة اقول لكم على ريحتها ولا عايزة اقول على طعمها، بجد حاجة فاخر من الاخر. سيبكم تستمتعوا مع الشكل ده واستمتع